السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين. ربنا يا رب يعود علينا وعليكم الأيام بخير. عكروا مزاجنا. ماتش وحش قوي، ماتش وحش قوي، وأكتر من وحش بزيادة. النادي الاهلي صفر دفاعيا، صفر تمركز، كل لاعب تايه. بتوجع قوي لما تبقى لسه كسبان بطولة أو لسه كسبان ماتش مهم قصاد الزمالك ولا قصاد أي حد، إن شاء الله حتى لو اسمنت أسيوط، تكسب ماتش مهم وتكسب بطولة وترجع تعمل ماتش زي ده، فاهم؟ وتبقى خلاص المشكله انت كنت راكب الماتش وكسبت خلاص. واداء زي ده مش ده النادي الاهلي يا جماعه، اللي يدخل فينا اجوان زي دي. ومحمد هنا نتكلم عنه في اخر الفيديو. يعني ربنا بقى هو اللي شهد عليك بقى، عشان خلاص زهقنا وقرفنا منك. الف هارد لك، الف والله العظيم الواحد معتاد على الفوز، فكنت بقول الف مبروك للنادي الاهلي. هارد لك للنادي الاهلي. ماتش وحش جدا، هنتكلم عن ايه الشوط الاول والشوط الثاني، وهنتكلم سبب الخساره اصلا، وتغييرات كولر مالهاش اي لازمه، وفزلكه كولر وكذا موقع وكذا علامات حاجه. استفهام، علامات استفهام على لعيبه كتير قوي، وعلامات استفهام على تبديل، زي تبديل مثلا كرم توفيق محمد هنا بقى. كرم توفيق دي يعني علامات استفهام، احنا لسه مش عارفين ليه. هنفهم منه بقى ليه. تبديلات غريبه جدا. هارد لك للنادي الاهلي. اتفرجوا على الفيديو يا جماعه، فيديو مهم جدا. النادي الاهلي اللعيبه تايهه، واللعيبه مش مركزه، اللعيبه وحشه جدا من ساعه ماتش الزمالك. احنا بنقول اهو مش عشان كسبنا البطوله فاحنا نقول لا اللعيبه 10 على 10 وبتاع. اللعيبه تايهه من ساعه ماتش الزمالك، واحنا كسبنا بدعاء الوالدين. هارد لك للنادي الاهلي، وان شاء الله حل الماتش شوط اللي هو اصلا مفيهوش تحليل. يلا بينا على الشوط الاولاني، الخازوق الاولاني. يلا بينا على القرف القرف. بدأ النادي الاهلي الشوط الاولاني بمصطفى شوبير في حراسه المرمى، اكرم توفيق باك يمين، علي معلول باك شمال. قلبين الدفاع اللي كان عليهم مشكله كبيره جدا، انا هشرحها في الفيديو. مشكله كبيره جدا بين الثنائي ده والثنائي ده، غير مطمئنين بالمره. رامي ربيع، عمر كمال. في نص الملعب مروان عطيه اللي كان واخد الدايره النهارده. امام عاشور كان واخد جنب الشمال زي ما متعودين مع علي معلول ورضا سليم. وقفشه اللي كان واخد الجنب اليمين مع كريم فؤاد واكرم توفيق. ومهاجم صريح كان كان النهارده انتوني موديست. الشوط الاولاني ما نقدرش نقول عليه ان هو كان وان سايد جيم او هجوم من ناحيه واحده زي ما بيقولوا. لا بصراحه لو قلنا هجوم من ناحيه واحده يبقى بننزل من الفرقتين. الاداء او الفنيات كانت يعني لحد ما متساويه بين الفرقتين، بين الاهلي والبنك الاهلي. بس اللي كان الاخطر كان البنك الاهلي، واللي كان الانشط الاهلي. افتكروا الكلمه دي، البنك الاهلي كان اخطر والنادي الاهلي كان انشط. بنروح بعد اول ثلث ساعه يعتبر بنروح بكل كوره بنعمل خطوره، بس من غير اي انتاجيه. زي ما سيبك من الهدفين، انا بتكلم عامه. بنروح خلال الشوط الاولاني بنروح بكور كتير بس من غير اي انتاجيه. البنك الاهلي بيروح بكوره او اتنين في خلال الشوط الاولاني، بيقدر ان هو يصنع خطوره، وممكن كمان لولا ستر ربنا يسجل اكتر من جول. في مشاكل دفاعيه كبيره جدا، في مشاكل دفاعيه كبيره جدا. احنا بنروح هجوم كويس جدا، بس في فجوات في نص الملعب، وفي فجوه كبيره جدا بين عمر كمال ورامي ربيعه. هنشرحها في الفيديو في الشوط الاولاني. نيجي للدقيقه الثالثه بالظبط، ودي كانت اول كره خطيره للنادي الاهلي. زي ما اتكلمنا قلنا احنا هجوميا كنا كويسين، لكن ما كناش عندنا استمرار في الهجمات. الدقيقه الثالثه المثلث المعتاد بنتكلم عليه، الجمله الوحيده اللي اتعملت صح في الشوط الاولاني. وبنقول والله لو كنا مشينا على النهج ده طول الشوط كان زماننا سجلنا 3 و4. لكن للاسف النادي الاهلي كان عنده تكاسل كبير قوي من الهجوم. الثلاثي الخطير جدا في الشوط الاولاني، امام عاشور وعلي معلول ورضا سليم. كره اتلعبت من رضا سليم لعلي معلول، عشان علي معلول يعملها عرضيه لامام عاشور اللي بيسدد الطريقه اللي هو مميز بيها جدا، يسدد وان تاتش بوش رجله كده لجنش حبيب قلبي وروح قلبي، اللي يعمل طلع الكره بشكل غلط لموديست، يعمل عليه الفولو ويسجل الهدف الاولاني. ابو جبل مش مهم الفرق بين الاثنين واحد. معلش عشان بس لسه كله بياخد على طول، فاحنا متلخبطين شويه. ابو جبل يعمل الكوره بيشتتها بشكل غلط، يعمل عليه فولو موديست. وبنتكلم ونقول احنا النادي الاهلي لو كان مشي على نفس النهج بتاع الثلاثي ده، نفس النهج المثلث اللي بيتكلم عليه كولر، سواء يمين او شمال، يمين او شمال، من الوينج للباك لنص الملعب، يعمل مثلث عشان يقدر يفتح بيها مساحات لدفاع على البنك الاهلي، كان زمان سجلنا من بدري. لكن للاسف كان في تكاسل كبير جدا من النادي الاهلي هجوميا. في الدقيقه السادسه على طول لما بيردوا علينا وما لحقناش نفرح، الدقيقه السادسه على طول خطا كبير جدا من عمر كمال، اللي كان واضح عليه ان هو نازل متذبذب وكان تايه قوي في مركز المدافع، كان نازل مش جاهز. عمر كمال احنا عارفين كلنا مارس كوره، حط عمر كمال في مركز المدافع عشان يقدر يبني كوره، وعشان يقدر في التحضير يبقى كويس جدا مع ربيع في الكرات الطويله.
عمر كمال اولا يعمل ميس باص فيها فالمهاجم قله خبره جامد، يعني انت المفروض انت كبيرة. لاعب خبره، يعني انت لاعب خبره ما احتكتش لسه بافريقيا الماتشات دي، بس انت بتلعب ماتش في الدوري ولاعب خبره. ماتش بسيط قوي قدام البنك الاهلي، يعني احنا مش قدام مثلا الزمالك مثلا لسه خسران لسه كسبانين برضه، والله الزمالك عامل زي البنك الاهلي دلوقتي. المهم عمر كمال يعمل ميس باص تيجي للمدافع، مدافع يلعبها بشكل غلط، مش عمر كمال بقى ياخدها او يشتتها تاني، لا ده يفوتها بطريقه غريبه جدا. انت مش لعيب صغير، يعني انت بتفوت الكوره ليه للحارس من غير ما تربط مع الحارس، لازم يبقى في ترابط ما بينك وما بين الحارس، لازم يبقى في ترابط ما بينك وما بين معلول. ليه بتفوتها ومفيش حد قالك فوتها؟ اضمن والعب السهل، كان المفروض تاخدها وتشتتها، لكن فوتها يجي المهاجم يعمل عرضيه لبامبو اللي كان وحيد تماما، ربيعه مش عليه الرقابه، ويسجل هدف تعادل للبنك الاهلي. عايز اتكلم على فنيتين مهمين قوي في الشوط الاولاني بالنسبه للبنك الاهلي. المدرب طارق مصطفى كان بيلعب الخط اللي ورا بتاعه كان بيلعب بتحفظ شويه، لان عارف وينجات الاهلي خطيره قوي في الشوط الاولاني. كريم فؤاد واكرم توفيق اللي كان ملتزم دفاعيا بطريقه كبيره قوي في الشوط الاولاني. ليه يا بقى؟ ريته ما التزم والله، عمال يتاكل في كل كوره، تحس ان اكرم مش عشان جاهز. عشان خاطر يعقوبه، وعشان خاطر اللاعب اللي اسمه ياو انور اللي هو اللاعب اللي قرع الاصل ده كان بيلعب، كان خطير قوي. الاثنين دول كانوا بيلعبوا رقم طرفين فوق، عشان كده كولر كان مثبت اكرم توفيق في الشوط الاولاني. المهم ان طارق مصطفى كان بيلعب بايمن اشرف ومثبته، ما كانش بيلعب بيه باك صريح، كان بيثبته بحيث ان هو يلعب ثلاثه في خط الدفاع، كان مثبته هو ويعقوبه، او كان مخلي ايمن اشرف اتاخر شويه عشان خاطر لو كريم فؤاد لعب هجمه مرتده على البنك الاهلي. والناحيه الثانيه كان بسيوني وعبد الغني اللي كانوا اللي بسيوني كان ملتزم دفاعيا كويس قوي على امام عاشور، وكان على علي معلول، كان دايما بيقف في خط ظهر الاثنين دول، اي واحد من الاثنين دول. المهم ان طارق مصطفى قال لك بقى الخطه مش جايبه همها، بعد ما دخل في التاني راح مطلع عبد الغني وقلب الطريقه بتاعته من 3-4-3 ل 4 2 3 1 او 4 3 3. المهم ان هو يلعب بطريقته العاديه بقى، لعب بطريقته العاديه عشان خاطر قال لك بقى خلاص الموضوع مش جايب همه. على طول في الدقيقه 28 اتكلمنا عن شوبير في الحته دي ان هو مميز احسن من الشناوي، بيلعب برجله كويس قوي، احسن من الشناوي في الحته ان هو بيلعب برجله كويس قوي، تقل على الكره بتاعته، رفع الاوفر بتاعه في خط ظهر البنك الاهلي. وعبد الغني بسم الله ما شاء الله، ريحه الزمالك موجوده فيك يا ابني. يعمل شكرا يا عبد الغني. ميس باص ورضا سليم ما بيسميش في الحاجات دي، عمل فولو كويس، احنا عندنا يا جماعه الفولو بتاعنا كويس قوي، عامل ميس باص ويعمل عليها فول رضا سليم، ويلم ابو جبل بيمينه ويحطها بشماله في السوكه، وكده يعتبر الشوط الاولاني خلص 3-1 بكل سهوله، 2-1 وكان ممكن يجيب الثالث والله والرابع. والله كان ماتش سهل جدا بصراحه، بس احنا الشوط الاولاني وخصوصا الشوط الاولاني كان شوط سهل جدا علينا، ان احنا كان في تكاسل كبير جدا هجوميا. المشكله الوحيده بتاعتنا في الشوط الاولاني هو ان للاسف المثلث اللي تحت ما كانش بنفس كفاءه المثلث اللي فوق، قصدي المثلث اللي فوق ما كانش بنفس كفاءه المثلث اللي تحت. ليه دايما بنشوف جبهه انشط من جبهه؟ لحد امتى هنفضل نشوف ان دايما جبهه معلول دي هي انشط، سواء كان بوجود الشحات او بوجود امام عاشور او بوجود رضا سليم او بوجود قفشه هنا تحت؟ دايما جبهه معلول دي هي انشط. ليه دايما بنشوط فوق في عقم فوق؟ اول ما قفشه ياخد الكوره مع كريم فؤاد حس انهم مش مترابطين، واكرم توفيق ملتزم دفاعيا، ففي كريم فؤاد نشيط جدا بس عايز تمويل وكل كرة عايز يلعب فردي عشان حد يظهر له، فدي المشكله عايزين نتكلم عليها طبعا. في فجوه في نص الملعب بجانب طبعا المشكله الدفاعيه، ان زي ما قلنا اول ما شفنا امام وقفشه عارف على طول ان احنا هنرمي هجوم، وهيبقى في مساحات كتير قوي في نص الملعب، وعندنا مشكله كبيره قوي في الارتداد الدفاع، مفيش غير مروان بس اللي بيستخلص الكره الله اكبر عليه، فدي مشكله كبيره قوي النادي الاهلي في الشوط الاولاني، وكان لازم يشوف لها حل، وكان لازم كولر يشوف ايه المشكله هنا ويقدر يحلها. دي كانت كل حاجه في الشوط الاولاني، خلص 2-1 لصالح النادي الاهلي. يلا بينا على الشوط الثاني. بدأ النادي الاهلي الشوط الثاني، ولا حياة لمن تنادي ولا اله الا الله. وركزوا معايا بقى عشان خاطر احنا داخلين على كارثه سوداء، والله داخلين على كارثه سوداء. لسه بنقول بسم الله داخلين الدقيقه 50، بنقول بسم الله الدقيقه 50 ثرو من قفشه لرضا سليم زي العسل. طبعا الثرو ضعيف، نفسي في مره في حياتك يا قفشه تعمل ثرو قوي زي بقيه البني ادمين، ثرو سهل كده لقدام. ثرو ضعيف لرضا سليم، ورضا سليم انفراد تام هو ابو جبل، يشوطها ضعيفه جدا. لسه بنقول بسم الله الحمد لله بدايه مسك. طيب دي في الدقيقه 5، في الدقيقه 62 خلصت الشوط عشان ما نقعدش نهري، احنا هنقول كل الفرص اللي جوانا اللي دخلت فينا من الاخر. هو ده الشوط، احنا ما عملناش اي جمل فنيه خالص، مفيش اي حاجه خالص، مفيش غير الجول اللي جه بس احنا جبنا لها الجول التاني. ما شاء الله بيلعبوا ماتش خماسي علينا، اقسم بالله والله ماتش خماسي على وانتو هات على حدود 18 فجوه في نص الملعب،
في فجوه كبيره جدا قبل ما امام عاشور يطلع، ودي اصلا عم تستفهم اللي عايزين نسال لغايه دلوقتي ليه امام طلع. في فجوه في نص الملعب، في فجوه راح في حدود 18، وفي فجوه في عند مصطفى شوبير، وفي فجوه عند عم حارس، وفي فجوه عند بتاع العجل اللي تحتينا، وفي فجوه عند مصر كلها. في حاجه غلط في الماتش، في حاجه غلط، في فجوه دفاعيه. احنا 10 على في الهجوم، 0 على 10 في الدفاع. ما تفهمش بقى عبد المنعم مقصر غير مقصر ولا الموضوع مش دفاع بس، الموضوع كمان ان اختيارات اللعيبه غلط من البدايه. ها يعني يعني ليه عمر كمان مدافع؟ ليه الفزلكه؟ في حاجه غلط ليه بتحصل. الفتي؟ ليه الفتي؟ ما انت عندك اللي جاهز عندك يلعب، ما تقوليش مش جاهز. ليه عمر كمان بدايه؟ ليه تطلع امام؟ وليه اصلا امام وقفش في تشكيله واحده من بدايه الماتش؟ ما تعمل توازن شويه، خلي واحد مركز 6 مع مروان، العب بامام تعب شوط تاني المهم في مش هنقعد القفشة. نبكي على ايمن مسكوف في الدقيقه 62. في الدقيقه 62 وانت رايح على حدود 18. تيجي لمحمد هلال على ناحيه الشمال، الحمد لله يشوطها بسن البوز، بيسن البوز في سن الجول. سنها له حطها، ما شافش قدامه، حطها في مصطفى شوبير، لا يوصل مصطفى شوبير، لا يوصل على اي جول. يعني عمل طريق كويس، دي الحاجه الوحيده اللي عملها كويس، بعد لا يوصل على اي جول. يشوطها على يمين مصطفى شوبير، والنتيجه تبقى 2-2 قبل المدعكه. يلا بينا على المدعكه. نيجي في دقيقة 65 مارسيل كولر أجرى تبديلات غريبة جدا وهنسأل سؤال ونقول ليه؟ وهو ده سؤال الحلقة النهاردة. ليه يا كولر؟ ليه تنزل ندفيد وتطلع إمام مش تطلع قفشة؟ أدي كده سؤال. ليه طاهر بدل رضا؟ ليه رضا قصدي يطلع وينزل الشحات، مع ان رضا نجم المباراه ونجم الماتش؟ ليه الشحات ينزل؟ الشحات تألق وكان فايق جدا بعد نزل، بس انت تضمن انه كان يتألق. انت كان ممكن تكسر عنصر هام جدا في الهجوم اللي كان بدأ يفوق لك. ليه طاهر بدل كريم فؤاد؟ دي بقى ممكن يجاوب عليها. يعني اكيد الحل الانسب للموضوع ان في مشكله في الدفاع. تمام. غير كده يبقى احنا كده ما بنفهمش كوره، انا اسف بقى. يعني لو حاجه غير كده يبقى احنا كده في حاجه غلط. طاهر نزل عشان خاطر يأمن بدل كريم فؤاد اللي عنده مشكله بدنيه وعنده مشكله في الدفاع، يأمن في الجبهه دي، لان الحمد لله الاثنين كانوا واخدين ايه، رايح جاي على طول. الاثنين كان رايح جاي واخد عليهم الوينجات كلها كانت بتاعت البنك الاهلي رايحه من جبهه كريم فؤاد كلها ايه، يمين شمال، واخدانا يمين شمال. فكان ممكن يكون منزل طاهر محمد طاهر عشان يقفل دفاعيا. تمام. وممكن برضو الاجابه بتاعت كريم ندفيد ان هو عايز يبقى في لاعب مركز 6 مع مروان. بس السؤال هنا بقى، ليه كريم ندفيد نزل متاخر؟ ليه نزل بدل ليه كريم ندفيد نزل وطلع امام؟ ما طلع قفش. نجم الاهلي الفتره الاخيره، وانشط واحد قدام في الشوط الاولاني. لماذا كويشن مارك تشوز ذا كوريكت انسر فروم ذا هيل اب ABC EFG؟ ليه نزلت؟ ليه طلعت امام ونزلت ليه طلعت امام ما طلعتش قفشه؟ هو نزل كريم ندفيد عشان خاطر يبقى فيه لاعب مركز 6 مع مروان عطيه. تمام. بس ليه مش من بدري؟ ليه تستنى ما يخش فينا الاول والثاني والثالث دخل باين ولا لسه هيخش؟ والرابع دخل ليه كله طلع؟ ليه كل اللعيبه طلعت ولسه اللعيبه ما طلعش؟ يعني ليه كل اللعيبه طلعت ولسه ما طلعش؟ سلم عليا بابا، سلم عليا وبسالك السؤال ده والله. ليه اللعيبه كلها تطلع وكل نفسه ما طلعش؟ تمام. خلاص هو الماتش النهارده خلينا وعمال نسال يمين وشمال. ليه الناس كلها تطلع والله العظيم واللعيبه كلها تطلع وكل نفسه ما نزلش يلعب؟ تمام. فده سؤال الحلقه النهارده، ليه الثلاث دول ينزلوا؟ تمام. نيجي بقى للمدعكه. في مدعكه حصلت بعديها. نفس الفيديو عشان نفس الفيديو. سلام. هقول حاجه مالهاش اي لازمه في الحياه. جبنا جون بس خلاص، السلام عليكم. السلام عليكم، والله اخش انام اقسم بالله. جبنا جون نسكت؟ لا. نهدى؟ لا. نكسب الماتش بقى ونقول السلام عليكم ونقلع التيشيرتات اللي خلاص حاسين ان احنا ربنا خلاص زهقنا، والله زهقنا من الماتش، جالنا حساسيه. جبنا جون في الدقيقه 72. ازاي جبنا جون؟ اسالوا اشرحوا ازاي جبنا جون. طاهر استلم الكره حطيت نص الملعب، خدوا الواد في ظهره، بص الكره لقفشه على ناحيه اليمين، قفشه عمال بالعرض ناحيه الشمال للشحات، جون. الحمد لله يا رب، الحمد لله. نسكت؟ لا، نجيب كشكول تاني. دخل فينا بقى الخازوق الاخير ده بقى اللي جابنا ورا بعض. مش خازوقين؟ مش هما جونين ولا الجون كامل؟ جونين مش عارفين تخزينك كام، لسه ما دخلش كام. خازوقين ورا بعض. نشرح الخازوق اللي في الدقيقه 87. الخازوق ده جه ازاي في الدقيقه 87؟ هقول لك انا على حدود 18. تمام. رامي ربيعه حبيب قلبي وحبيب الملايين
لا اتكلم الاول على ده جون فيهم. الجون اللي قبل الاخير بتاع ايه؟ اللي بتاع انت محمد اللي انت هتقول ازاي؟ لا ازاي وده ماشي. ركنيه عادي من ناحيه الشمال، لعبها 1 2 عادي جدا عادي جدا. تسقط لا حظ الاسود، الحظ الاسود الكوره سابت اللعبه كلها وسقطت قدام رامي ربيعه. الحظ الاسود ولا اله الا الله، في حاجه في كارثه هتحصل. الكوره زي دي ما تجيش في الوقت ده خالص، تسقط قدام رامي ربيعه. رامي ربيعه يقوم عامل كده، بص انا اسف والله انا اسف، يقوم عامل كده على الهوا، هوبا كده على الهوا، يقوم واخد دبل كيك واقع على الارض، واقع على ظهره، واقع في اتزان. يعني انت كنت ماشي كويس والماتش كان حلو وكنت مان اوف ذا ماتش مع رضا سليم والدنيا جميله معاك. الكوره شتت صح بقى. هي شتت غلط في الدقيقه دي، في الوقت ده شتت غلط، هوبا على طول خلصت، حصل دربكه، مصطفى شوبير جاي يشوطها، جت في اللاعب شاطها في ايد رامي ربيعه اللي هو المفروض ضربه جزاء. وفي ضربه جزاء على فكره، في ضربه جزاء لينا، ضربه جزاء على ايمن اشرف والحكم ما حسبهاش. شكرا على والله القهوه والله ضربه جزاء، خلينا ضربه جزاء في الاول والحكم ما حسبهاش. اشمعنى تحسب دي وما تحسبش دي؟ مش عارف. طيب جت في ايد رامي ربيعه وقمنا الحكم حسبها ضربه جزاء، ممكن مصطفى شوبير يصدها، ما حسبهاش. قال يعني ايه يقول لك ايه، لا انا ما حسبتش على الاهلي، مش حسب على البنك الاهلي. الحمد لله جت للاعب مش فاكر مين، جاب جون، وده الخازوق اللي قبل الاخير. حفظ الفيديو عشان ناخد هدنه، عشان نشرح بقى الخازوق الاخير. وتعالى لي بقى يا محمد هاني. والله يا هاني، والله يا هاني انت حلال شتايم اقسم بالله، يعني ضيعنا عليك رمضان كله. تعالى لي بقى يا محمد هاني. كل واحد بقى يمسك كوبايه الشاي ويمسك السحور. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 12. كله يتسحر دلوقتي وركزوا بقى معايا. محمد هاني احنا زهقنا منك، احنا طهقنا منك، احنا خلاص والله كرهنا اليوم اللي دخلت فيه النادي. انت يا ابني تعمل ماتشات صح وماتشات زي الزفت، مره تبقى مان اوف ذا ماتش ومره تبقى اوحش واحد في الماتش. انت يا ابني قائد النادي الاهلي، فاهم يعني قائد النادي الاهلي؟ يا ابني يعني القصه مش بتاعتك اصلا، الحوار مش حوارك، انت نازل الماتش كده ضيف. يا عم نازل، انت نازل يا عم، نازل بدل اكرم توفيق مع ده بقى تبديل عايزين نتكلم عليه برضه. ليه يا كولر تطلع اكرم؟ يعني انت عايز تخلص تبديلاتك خلاص. احنا مش فاهمين، يعني انت نزلت طاهر عشان تدافع، طلعت اكرم اللي هو احسن من محمد هاني في الدفاع. ليه انت عايز تخلص تبديلاتك؟ انت حد قال لك ان الفيفا عملت قانون ان انت لو انت ما خلصتش تبديلاتك هتاخد كارت احمر وتطرد؟ انا مش فاهم ليه تخلص تبديلات على الفاضي ليه؟ دلوقتي اكرم توفيق طلع نزل محمد هاني اللي المفروض فريش، محمد هاني فريش نازل واخد نفسه. انا نازل عشان افيد النادي الاهلي. تفيد النادي الاهلي ازاي يا هاني؟ اللي هو في الجون الاخير اللي انا ما نطش مع اللاعب بتعمل له عرضيه، ان اصلا المفروض معلول وواحد تاني يعمل له دفاع عليه، ما عملوش دفاع مش مهم، عمل عرضيه محمد هاني في وادي واللاعب في وادي تاني. اقسم بالله يعني في كاميرا بتاعت الجون جت من زاويه، والكره قبل ما تلعب عرضيه محمد هاني واقف اصلا في وادي، واقف لوحده كانه واقف في المنتزه. الواد سرح منه، يعني انت لو بصيت على بدايه الجون هتلاقي الواد كان معاه، محمد هاني معاه، ما تفهمش راح جاب حاجه حلوه وسابه. انت واقف في المنتزه يا حبيبي، انت واقف في المنتزه، وانت المفروض تعمل اسكان للاعب اللي وراك، ما عملش اسكان، مفيش اي حد وراه، واقف كده على الله، واقف بيضحك مستني الكره تلعب عرضيه. الكره اتلعبت عرضيه ولا عمل تراي ولا ماسكه مان. نفس الكره بتاعت الوداد المغربي لما اللاعب خدها برضه وسددها. احنا زهقنا منك والله، احنا كرهنا اليوم اللي دخلت فيه النادي. انت يا ابني اقسم بالله انت في نظرنا لغايه دلوقتي ناشئ، مهما تعمل مهما تتالق هتفضل ناشئ. النادي الاهلي هتفضل مراهق. عارف مصطفى شوبير اهو زميلك ومتربي اصغر منك، بص ما شاء الله عليه، ان شاء الله باذن الله يبقى حارس مصر الاول. انا مش عارف انت والله نازل في ايه مالك؟ في جيم بابجي خسرته قبل ما تلعب اقسم بالله ولا مش فاهم في ايه مالك؟ انت والله العظيم انت لو فعلا ايه ماله؟ لو انت نازل صايم والله، لو انت نازل صايم ما هتعمل اللي انت عملته ده. انت لو انت صايم مش فطران كنت عملت على اللاعب تراي، بس انت شكلك صايم. اسوأ لاعب في خط دفاع النادي الاهلي اخر 3 سنين. يلا انا اسف بقى قسما بالله، يعني احنا مستحملينك انت ما بتعملش عرضيات صح وما بتشاركش هجومين صح، وبتعمل عرضيه نص متر. اول لاعب في التاريخ العام كله يعمل عرضيه نص متر وقلنا عادي، لكن انت ما تعملش تراي على اللاعب ليه يا حبيبي؟ نازل ماتش، يعني احنا اسفين يا عم ليك يا سيدي، والله العظيم اسفين لك اللي انت نزلت ماتش زي ده وتحن عن جناب سعادتك وقمت من على الدكه عشان تنزل تخزوقنا. يا عم انت اللي نزلك، ما كنتش تنزل والله، بس العيب مش عليك، كنت اعترض عليك، كنت اعترض العيب مش عليك، العيب على اللي نزلك. مارسيل كولر عمل تبديل غريب قوي، ان هو طلع اكرم توفيق اللي ما كانش موفق دفاعيا لحد ما، بس انت كان لازم تفهم يا كل انت معاك واحد في الملعب وحش دفاعيا، واحد على الدكه اسوأ منه دفاعيا. يلا نعيد نفس القرار تاني. محمد هاني
هو السبب في إضاعة الماتش، زي ما السبب ان هو ضيع لنا افريقيا قبل كده، وزي ما السبب ان هو يضيع لنا بطولات كتيره الجايه. محمد هاني قولا واحدا اسوأ مدافع في النادي الاهلي. انا اسف بقى والله من طهقتنا، ممكن تلاقي والله من ناس اسوأ منه. محمد هاني اسوأ مدافع في النادي الاهلي اخر 3 4 5 سنين، وانت رايح بقى. رجعوه بقى فريق 98 بقى ولا 99 يلعب منذ بقى. رحيل احمد فتحي اقسم بالله ما جه باك للنادي الاهلي عدل. ما فيش غير اكرم توفيق اللي الموسم اللي لعب فيه على هاني ادى شويه، بس ما فيش لاعب عارف قبل يعوض الصليب. مكان الراجل ده. هارد لك للنادي الاهلي. النادي الاهلي صفر دفاعيا. احنا هنطلع بفيديو بكره، ممكن مش بكره، ممكن بكره نتكلم عن المشاكل، نربط ما بين المشاكل اللي حصلت النهارده والمشاكل اللي حصلت في ماتش الزمالك. الناس اللعيبه تايهه، حتى في ماتش الزمالك اللي خدنا فيه السوبر لولا بس تالق امام وقفشه احنا كان زماننا خسرنا الماتش. اللعيبه تايهه ومارسيل كولر لازم كل يصعد مدافعين والله، اقسم بالله في حاجه غلط. في مشكله في الفريق. النادي الاهلي اللعيبه تايهه تماما، في تشبع، في حاله رعونه، حاله توهان. لازم تتعاقب والله، مش عشان خدنا بطوله خلاص. ايه يا جدعان؟ هارد لك للنادي الاهلي. الماتش الجاي مش عارفين مع مين، او تقريبا توقف الدوري مش عارفين والله الماتش الجاي مع مين، ولا ايه اللي حصل، ولا ايه اللي جرى. هارد لك. احنا لاعب سيمبا ان شاء الله في دور ربع النهائي. استنوا برده فيديو عن فريق سيمبا، عن كل حاجه الفريق ده ازاي نقدر نلعبه في دور ربع النهائي ذهاب وعوده، وان شاء الله نقدر نكسبه. احنا اعذرونا على النفس اللي احنا فيها، بس بجد في حاجات كده هتحرق الدم. رمضان كريم عليكم، واعذرونا لو احنا تنفذنا او اي حاجه، وان شاء الله باذن الله اصلا عندنا فيديوهات كتير الفتره الجايه ان شاء الله. وماتش خسرناه عادي، ان الدوري ان شاء الله بتاعنا كله بيعيش الوهم، ومحدش يزيد علينا، لان زي ما خسرنا الزمالك برده خسر عادي مفيش مشكله يا يعني. عم زيد علينا، لسه كاسبين الكاس يا عم نصب. بس السلام عليكم يا جماعه.